السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الأول إعدادي، الحمد لله بالسلامة، ما لحقناش نأجز كتير. هنبدأ على طول الفصل الدراسي الثاني ونبدأ بالدرس الأول. عندنا الدرس الأول، عندنا الوحدة الأولى بشكل عام في منهج الدراسات، بنسميها جغرافيا بشرية. بنتكلم فيها عن السكان، والوحدة عبارة عن درسين. الدرس الأول هنتكلم فيه على نمو وتوزيع سكان قارة أفريقيا، والدرس الثاني خصائص السكان. نخش في الموضوع على طول، يلا بينا. أول حاجة عندنا هنتكلم عن نمو وتوزيع سكان قارة أفريقيا. قارة أفريقيا القارة السمراء. ليه القارة السمراء؟ لأن أغلبية سكان أفريقيا من السلالة الزنجية اللي هي اللون الأسود. تعال نشوف يا أستاذ، هو احنا ليه هندرس أصلا السكان؟ يعني إيه سبب تركيزنا على دراسة السكان بشكل عام؟ أولا لأن السكان هم المحور الأساسي للتنمية. السكان في أي مكان هم المحور الأساسي للتنمية، وبالتالي مفيش تنمية بدون إيه؟ بدون سكان. يبقى بما تفسر أهمية دراسة السكان، لأن السكان هم المحور الأساسي في عملية التنمية. وبالتالي لما أنا هدرس السكان هقدر إن أنا أحط خطة تنموية مناسبة تلبي احتياجات المجتمع. يبقى بما تفسر أهمية دراسة السكان من خلال إحصاءات السكان ودراسة بيانات السكان، هقدر أفهم التطور السكاني، أقدر أعرف بيزيدوا بنسبة كام، بيتركزوا فين، بيقلوا فين. فلما أعرف المعلومات دي كلها هقدر أحط خطة تنموية مناسبة تلبي احتياجات المجتمع. يبقى واحدة واحدة كده. أولا أنا بدرس السكان ليه؟ السكان هم المحور الأساسي في عملية التنمية. يبقى لو قلنا ما العلاقة بين السكان والتنمية؟ السكان هم المحور الأساسي، يعني هم أساس عملية التنمية. يبقى لا تنمية بدون مين؟ السكان. طب كيف يمكن دراسة السكان؟ من خلال البيانات والإحصائيات السكانية. طب ما أهمية هذه البيانات والإحصائيات؟ تساعدنا على فهم التطورات السكانية. طب أنا هستفيد إيه لما أفهم التطور السكاني؟ أقدر أحط خطة تنموية مناسبة. طيب تعال نتكلم يلا على أول جزء عندي، النمو السكاني لأفريقيا. لكن في البداية خلينا نتعرف مع بعض على يا ترى عدد سكان أفريقيا قد إيه، وترتيب أفريقيا بالنسبة لقارات العالم. هلاقي ان عدد السكان في قارة افريقيا، عدد السكان في قارة افريقيا 1.5 مليار نسمة. 1.5 مليار نسمة. يعني ايه يا استاذ؟ عدد سكان افريقيا 1.5 مليار نسمة. 1.5 مليار نسمة في سنة 2023، سنة 2023. يعني تقريبا 20% من سكان العالم، يعني خمس سكان العالم. طب هل كده افريقيا هي القارة الأولى؟ لا طبعا، افريقيا رقم 2 في ترتيب السكان. امال مين القارة الأولى؟ القارة الأولى طبعا قارة آسيا. آسيا فيها تقريبا 60% من سكان العالم. افريقيا فيها كام؟ 20%. يبقى يوجد في قارة افريقيا 1.5 مليار نسمة، يعني 20% من سكان العالم، يعني خمس السكان. يعني افريقيا في المركز الثاني بعد قارة مين؟ آسيا.
طب انا لو عايز ارتب القارات من حيث السكان، طبعا اسيا، بعد كده افريقيا، بعد كده قاره اوروبا، بعد كده عندنا قاره امريكا الشماليه، بعد كده قاره امريكا الجنوبيه، وفي الاخر قاره ايه؟ استراليا. يبقى معلومات سريعه كده: اكبر قاره في السكان اسيا، اصغر قاره في السكان هي قاره استراليا، رقم 2 من حيث السكان هي قاره مين؟ افريقيا. طيب يبقى يا استاذ بالنسبه لي السكان في افريقيا 1.5 مليار نسمة. طيب كم بالنسبة للعالم؟ 20%، يعني خمس سكان العالم. طيب ترتيبهم أو ترتيب أفريقيا بالنسبة للعالم ثاني القارات بعد قارة آسيا. طيب ماشي يا أستاذ، يبقى قارة أفريقيا بتحتل المرتبة الثانية من حيث السكان بعد قارة إيه؟ بعد قارة آسيا. طب الرقم ده كبير ولا صغير؟ طبعا الرقم كبير. طيب معنى كده يا أستاذ، إن إحنا عندنا السكان بيزيدوا. طيب يا ترى، طيب إحنا في 2023 بتقول إحنا 1.5 مليار. من المتوقع بقى في 2050 هنبقى 2.4 مليار نسمة. 2.4 مليار نسمة. 2.4 مليار، يعني هنزيد تقريبا مليار فيما يقل عن في تقريبا 25 سنة. طيب ده معناه ان عدد سكان افريقيا بيتطور. طيب ده معناه ان عدد سكان افريقيا بيزيد. ده معناه ان في حاجه اسمها النمو السكاني. يعني ايه النمو السكاني؟ يعني زياده عدد السكان خلال فتره زمنيه معينه. طيب قبل ما نكمل نمو السكان، تعال نشوف بعض المعلومات. طبعا انت قلت ان قاره اسيا الاولى، قاره افريقيا القاره الثانيه ايه؟ عالميه. طيب تعال نشوف. تعال نشوف تطور عدد السكان في قارة افريقيا من خلال المخطط اللي قدامي في الصورة دهوت. تعال نقرا كده المخطط مع بعض ونطلع شوية معلومات. لو ركزنا هنا كده هلاقي ان عدد سكان افريقيا سنة 1975 كنا اقل من نص مليار، كنا 41%. بعدها ب10 سنين سنة 85 بقينا نص مليار و5، اكتر من نص. بعدها ب10 سنين كمان بقينا 3/4 مليار، 72% تقريبا. في سنة 2005 بقينا 92% مليار، داخلين على 1 مليار. يعني لو قربنا دي نص مليار سنة 75 وسنة 2005 قلنا مثلا 1 مليار، هنلاحظ ان عدد السكان بقى الضعف، تضاعف. كان نص وبقى مليار في كام سنة يا أستاذ؟ في 30 سنة. 30 سنة يعني 3 عقود. يبقى عدد سكان افريقيا في تزايد ولا في تناقص؟ في تزايد. طيب يبقى لما يقول لي دلل على صحة العبارة، دلل على صحة العبارة. خلاص، سكان افريقيا في تزايد
مستمر. قول له حيث تضاعف عدد السكان من سنة 1975 لسنة 2005، يعني في خلال 30 سنة تضاعف من تقريبا نص مليار 41% إلى تقريبا 1 مليار 92%. طيب ده معناه ان عدد سكان افريقيا في تزايد مستمر، ومش بيزيد كمان بارقام بسيطه، لا ده بيزيد بارقام تكاد تكون اكتر من المعدل العالمي. طب ما احنا عايزين برضو نعرف المعدل العالمي، بس الاول تعال نشوف شويه معلومات. احنا كده قلنا ان العقد كام سنه؟ 10 سنوات. سكان افريقيا اتضاعفوا في 3 عقود، 3 عقود يعني كام سنه؟ يعني 30 ايه؟ 30 سنه. خلاص؟ طيب وهكذا ومكملين. يعني في 2015 بقينا مليار في 2025 بقينا مليار ونص. هنبقوا في 2035 داخلين على 2 مليار. في 2050 داخلين على 2 مليار ونص. يبقى كل 30 سنة عدد سكان افريقيا بيتضاعف. طبعا عايز اوضح لك حجم المشكلة اللي احنا هنبقى فيها. ما بالك احنا عدد سكاننا في افريقيا دلوقتي 1.5 مليار، والاحوال الاقتصادية مش كويسة، او ما عندناش اكتفاء ذاتي. ما بالك بقى لما نبقى 2.5 مليار. طبعا احنا عارفين ان السكان هم محور التنميه، والسكان مهمين وكل حاجه، بس لما يبقى فيه موارد تكفي السكان دول. تعال نشوف بقى اكبر الدول الافريقيه من حيث عدد السكان. هلاقي في المركز الاول افريقيا دوله نيجيريا، وهي احدى دول غرب افريقيا نيجيريا. ودوله اثيوبيا في المرتبه الثانيه، ودي دولة في شرق افريقيا. وام الدنيا مصر في المركز الثالث افريقيا. ركز انا بتكلم على دول افريقيا. يبقى اولى الدول الافريقية في السكان هي دولة نيجيريا. لكن لو قلت لك صح ولا غلط، تعد نيجيريا اولى الدول العالم من حيث السكان، تبقى العبارة غلط. اولى دول قارة افريقيا. يبقى ده التصنيف الافريقي مش العالمي. يبقى سكان افريقيا، اكبر الدول في افريقيا سكانا نيجيريا، اثيوبيا، مصر. نيجيريا، اثيوبيا، مصر. طيب ماشي يا استاذ، خلاص يبقى احنا عرفنا ان سكان افريقيا بيزيدوا، وانت قلت كمان بيزيدوا بنسبة كبيرة. طب السؤال بقى، السبب ايه اللي بيخليهم بيزيدوا بالنسبة الكبيرة دي يا استاذ؟ ايه سبب النمو السكاني؟ اسباب النمو السكاني في افريقيا. والله عشان تبقى فاهم، هم السكان بيزيدوا في اي مكان لسببين. يعني لو قلنا اسباب نمو سكان افريقيا، السكان بيزيدوا في اي مكان لسببين. واحد بنسميه الزيادة الطبيعية، ادي السبب الاول. 2 الزيادة غير الطبيعية. يبقى بما تفسر زيادة عدد سكان افريقيا لاسباب طبيعية واسباب غير طبيعية. الزيادة الطبيعية اللي هي يا استاذ الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. الفرق بين المواليد والوفيات. هلاحظ في افريقيا ان المواليد مرتفعة جدا والوفيات منخفضة، فشيء طبيعي الزيادة الطبيعية تبقى ايه؟ تبقى مرتفعة. طب والزيادة غير الطبيعية؟ الزيادة غير الطبيعية هي الهجرة
وانت عارف في هجرة داخلية وهجرة خارجية. المهم ان الهجرة معناها ايه؟ معناها انتقال الفرد من مكان لآخر. تعال بقى ناخد سبب سبب. نبدأ بالزيادة الايه؟ الطبيعية. الزيادة الطبيعية اللي هي الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. يعني ايه اصلا يا استاذ معدل المواليد؟ ويعني ايه معدل الوفيات؟ معدل المواليد يعني لو حسبناها بالألف، كل 1000 واحد بيموت منهم كام؟ بيتولد منه بيولدوا كام واحد في السنة؟ كام طفل في السنة؟ يعني لو مثلا قرية عدد سكانها 1000، ال1000 دول من المتوقع يكون عندهم كام مولود جديد بعد سنة؟ نفس الفكرة معدل وفيات، كل 1000 بيموت منهم كام؟ تعال نشوف يلا الزيادة الطبيعية. احنا قلنا هي الفرق بين المواليد والوفيات. تعال نشوف الأول معدل المواليد. لو ركزنا في الرسم اللي قدامنا دهوت، وطبعا احنا جايبين معدل العالمي للوفيات ومعدل افريقيا للوفيات، معدل العالمي للمواليد ومعدل افريقيا للمواليد. تعال ناخد الرسم ده عشان يبقى واضح معانا، ونتعلم ازاي نقرأ الاشكال البيانية. ادي رسم بيوضح لي. ما انا عشان اعرف الزيادة الطبيعية لازم ابقى عارف حاجتين، ابقى عارف المواليد والوفيات. بالنسبة للمواليد اللي هي باللون ده، هلاقي ان معدل المواليد بالنسبة للعالم 17 في الألف. معدل المواليد بالنسبة للعالم 17 في الألف. 17 في الألف يعني كل 1000 هيتولد عندهم 17 في سنة. ده بالنسبة للعالم. لكن ما شاء الله عندنا في افريقيا كل 1000 هيتولد عليهم 32، تقريبا الضعف. يبقى معدل المواليد في افريقيا ضعف المعدل العالمي. طيب اذا استنتج ان معدل المواليد ايه؟ مرتفع جدا. معدل المواليد في افريقيا مرتفع جدا، ضعف المعدل العالمي. طب تعال نشوف معدل الوفيات. الوفيات في العالم 7.6 لكل 1000. طب بالنسبة لإفريقيا 7.7. الله، ده احنا هنا كده قريبين من المعدل العالمي، قريبين من المعدل العالمي. طب ما ده شيء كويس، يبقى احنا كويسين في الوفيات. يبقى انا عندي قلة في الوفيات، انا مش زعلان من قلة الوفيات. قلة الوفيات معناها ان في رعاية صحية. انا زعلان من ارتفاع المواليد. طب تعالى نحسب كده الزيادة الطبيعية للعالم والزيادة الطبيعية في افريقيا. طيب الزيادة الطبيعية في العالم والزيادة الطبيعية في افريقيا. العالم المواليد كام؟ 17. الوفيات كام؟ 7.6. طيب افريقيا المواليد كام؟ ما شاء الله 32. الوفيات كام؟ 7.7. نحسب يلا. هلاقي ان معدل الزيادة الطبيعية اللي هي الفرق بين المواليد والوفيات هلاقيها تقريبا الزيادة الطبيعية هنا 9.4. يا عم قول 10 في الألف. هلاقي ان الزيادة الطبيعية هنا تقريبا ادي 32 ناخد ناقص 7، يبقى احنا عندنا كام؟ تقريبا 25 في الألف. يعني قول 10 في الألف و25 في الألف. يا نهار أبيض. يبقى كده معدل الزيادة الطبيعية
في افريقيا قد معدل الزياده الطبيعيه في العالم، قد المتوسط العالمي اللي هو الرقم المفروض يكون موجود في كل دول العالم المتوسط. انت بتقول 25 وهنا بتقول كام؟ 10، يعني تقريبا قده مرتين ونص. يبقى المشكله عندنا في افريقيا هي ارتفاع معدل الايه؟ صح، معدل المواليد. يبقى انا عارف السؤال اللي جه في بالك، طب اشمعنى افريقيا هي من اكبر قارات العالم او اكبر قاره في العالم في معدل المواليد؟ اشمعنى؟ ليه يا استاذ؟ بما تفسر. بما تفسر ارتفاع معدل المواليد في افريقيا. طبعا حاجات احنا عارفينها، عادات وتقاليد سلبيه زي كثره الانجاب والزواج المبكر للاناث والزواج المبكر بشكل عام، وضعف برامج تنظيم الاسره. عندنا كثره في الانجاب، عندنا زواج مبكر، عندنا ضعف برامج تنظيم الايه؟ الاسره. عشان كده قاره افريقيا اعلى قاره في معدل المواليد. يبقى احنا لو عايزين نظبط الزياده الطبيعيه في افريقيا نقلل المواليد. نقلل المواليد ازاي؟ نقضي على العادات السلبيه، نهتم ببرامج تنظيم الايه؟ الاسره. خلاص؟ طيب يبقى احنا فهمنا كده ان كثره الانجاب ديت عاده سلبيه، دي ثقافه مجتمعيه موجوده في قاره افريقيا. عشان كده بلاقي ان متوسط الاسره في افريقيا، متوسط الاسره يعني ما بين اكبر اسره في الافراد واصغر اسره في الافراد، خلاص، متوسط الاسره 5.7 فرد. يعني ايه 5.7 يا استاذ؟ هو في حاجه اسمها 7 فرد؟ يعني عايز اقول لك ان كل 10 اسر مثلا فيهم 57 فرد، فلما اجي احسب متوسط الاسره الاقي كام؟ 5.7، وطبعا اعلى من المتوسط الايه؟ العالمي. طب احنا قلنا مين اكبر قاره في السكان؟ اكبر دوله في السكان في افريقيا كانت نيجيريا، صح؟ طيب لكن من حيث المواليد اكبر دوله في المواليد هي دوله النيجر. يبقى خلي بالك، اكبر دوله في سكان افريقيا نيجيريا، لكن اكبر دوله في ارتفاع معدل المواليد دوله النيجر. يبقى اكتر دوله عندها عادات وتقاليد سلبيه، كثره انجاب، زواج مبكر، مفيش برامج للاسره، هي دوله الايه؟ النيجر. يبقى نيجيريا الاولى في عدد السكان، اما النيجر الاولى من حيث معدل المواليد. خلاص؟ الاولى عالميا وافريقيا. طب ده بالنسبه لمعدل المواليد. نشوف بقى معدل الوفيات. زي ما قلت لك معدل الوفيات عندنا كام؟ 7.7. اصبح قريب من المعدل العالمي كام؟ 7.6. ده شيء ايجابي، ده ايجابي مش سلبي. خلاص؟ طيب بس ده ما يمنعش ان في دول ما زال عندها معدل وفيات منخفض في افريقيا، مرتفع قصدي. يعني عندك مثلا نيجيريا وتشاد ولسوتو. نيجيريا اللي احنا قلناها في غرب افريقيا، وتشاد في وسط افريقيا والدوله حبيسه، ولسوتو دي برضو دوله صغيره كده موجوده